السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله في التمرين هذا غادي نتعرفوا على واحد التمرين ديال الدالة اللوغاريتمية الآلان. بالنسبة للتمرين هو هذا، نعتبر الدالة العددية f للمتغير الحقيقي x حيث f دو x كتساوي التعبير هذا، وليكن سيدي f المنحى أو المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامل منظم o e g، وننتبهوا للوحدة اللي هي كتساوي 2 سنتيمتر، يعني كل تربيعة كتساوي 4 سنتيمتر مربع. طيب، بالنسبة للسؤال الأول قال لك بين أن دي دو اف كتساوي 0 ل اتحاد مع المجال بلس لانفيني. عطانا واحد الملحوظة اللي غتفيدنا في التمرين هذا وفي الأجيال القادمة واللي غادي نحمل البشر وإلى آخره، بأن دي دو اف مجموعة تعريف الدالة اف، على أساس كنا غنعرفوا بأن دي دو اف هي قنبلة نووية. ما علينا. بالنسبة للتمرين السؤال الأول دي دو اف، إذا انتبهتوا معايا مثلا التابع ديال الدالة اف، أول حاجة غادي ننتبهوا لها أو تلاحظوها بأن الدالة عبارة عن عن كسر، فيه البسط وفيه المقام. أهم حاجة ملي كنقولوا بأن كاين واحد المقام، راه كنهضروا أن خصو يكون ديك المقام يخالف صفر. طيب، إذا شحال من حالة قدر يساوي لنا الصفر هذايا؟ إذا نديرو الطريقة الاعتيادية، عندنا ديرو اف كتساوي اللي كنعرفوها دائما، كنقولوا بأن اكس ينتمي للمجموعة الحقيقية الأعداد الحقيقية بحيث الحالة اللي غيكونوا عندنا هنا كتساوي 0، حيث أصلا عندنا هنا جداء، فهمتني؟ يعني دالة ضرب دالة، الدالة الأولى عندك هي اكس، طيب، والدالة الثانية واحد ناقص ان دو اكس. إذا عندك أول احتمال أنه اكس خاصو يخالف 0، حيث لأن هاد اكس هذا إذا كان كيساوي 0 راه كما بغا يكون هذا العدد هذا اللي غيكون عندنا هنايا راه غيساوي 0، إذا المقام غيكون عندنا 0، إذا هذا لا يمكن. من بعد كنقولوا شي صافي. عندك واحد ناقص الآلان ديال اكس خاصو يخالف 0. واش وقفنا في هنايا؟ لا، قيمة وقفنا هنايا. شنو الحاجة الموالية؟ كنشوفوا اولا كنلاحظوا عفوا ان عندنا واحد الدالة ديال الالين هنايا، كنعرفوا على واحد الدالة ديال الالين ديال واحد الدالة الداخلية، هي الدالة اللي كيكون عندها الالين ديال واحد الدالة، عليه الدالة ديال كيكون في الوسط ديال الالين خصها تكون اكبر قطعا من الصفر. طيب، اذا شنو هي الدالة اللي داخل الالين؟ هي الاكس، اذا الاكس خصها يكون اكبر قطعا من الصفر. نسدو المعقوفة. إذا في الحالة هذه يعني غنزيدو نبسطو على اكس تنتمي ل بحيث اكس طبعا غيكون كيخالف 0 بالنسبة لهذه، واحد ناقص الان دو اكس كتخالف 0. غنحلو المعادلة، غتجي لنا بأن نحلوها هنا ماشي مشكل. عندك هنا واحد ناقص الالان ديال اكس كيساوي 0، إذا هذا غنحاولو الالان هنا ونخلو واحد هنا، هي الالان دو اكس كتساوي 1. إذا بغينا نشوفوا هاد اكس راه كيساوي، غنديرو هنا اكس بو هنا اكس بو، صافي. إذا الاكس بو غيمشي مع الان، غيبقى هنا اكس، والاو أس واحد هي صافي. من بعد عندك اكس أكبر أكبر قطعا من 0، صافي. إذا الأعداد اللي مخصناش ندخلوهم هي وعندك الزيرو، صافي، بحيث يكون اكس أكبر قطعا من 0 حسب الشرط هذا ديالنا اللي ديال الالين. من بعد هنا عندنا و اكس تخالف و اكس أكبر قطعا من 0. هذه شنو هي؟ عفوا، هي التقاطع، صافي. التقاطع في كتقاطعوا هاد المجالات. اول حاجه ملي كنقولوا بان هنا انتبهوا باش نرجعوا شويه للدروس ديال السانكيام، اكس ملي كنقولوا كيخالف 0، شنو هو هذا المجال هذا؟ هو يعني جميع الاعداد يمكننا نستعملهم الا 0، اذا هي موالاه فيني 0 ما دخلش. طيب، اتحاد هنا ما نقولش تقاطع، اتحاد. طيب، 0 بلس لانفيني، هذا هو اكس كتخالف 0. الا مشينا يعني هنا في الحاله هذه خصنا اكس
إكس كيخالف أو. إذا إلا مشينا لإكس كيخالف أو نفس الحاجة، غير هنا عندنا الزيرو وهنا عندنا أو، يعني موال انفيني، يعني جميع الأعداد ديال المجموعة إغ من غير أو. صافي، الاتحاد مع المجال أو بلس لانفيني. من بعد عندنا إكس أكبر قطعا من الزيرو. هذه أكبر قطعا من الزيرو هي المجال، يعني أول حاجة أكبر من الزيرو يعني المجموعة الموجبة. المجموعة الموجبة بما أنه أكبر قطعا من الزيرو، أكبر قطعا من الزيرو، إذا زيرو ما دخلش، يعني عندنا هي زيرو بلس لانفيني. هادشي اللي قريته في الدرس ديال الآلة. إلا مشينا جبنا هذا شوية، إلا جبنا المجال هذا موال انفيني زيرو، اتحاد مع المجال زيرو بلس لانفيني، ودرنا التقاطع ديالو مع المجال موال انفيني او بلس انفيني، التقاطع مع المجال زيرو بلس لانفيني. هنا بالنسبة للتقاطع دائما كناخدو المجال اللي صغير، أصغر مجال. شنو هو أصغر مجال عندنا هنايا؟ ما هو؟ عندك او بلس لانفيني. طيب هنا او بلس لانفيني. بالنسبة لهنا هذا هو أصغر مجال، هذا هو. واحد الشرط آخر، واش كاين شي مجال آخر قبل هذا بإمكاننا نعوضو هنايا؟ إذن هو عندك من زيرو، هو أصلا عندك زيرو حتى بلس لانفيني، راه هذا أصلا راه ضمن هذا. صافي، هذا ضمن هذا، غير هو هذا كيعتبر بأن بالنسبة لهذا بأن أو ما دخلش. إذن أي حاجة من الزيرو حتى اللي غتكون من غير أو، واللي قبل من الزيرو كاملة غتمشي. إذا غيمشي لنا المجال هذا وغيمشي لنا المجال هذا، ولكن غيبقى هنا الزيرو. صافي، لأن عندك هي إكس، عفوا إكس تنتمي لدي لو إف، بحيث دي إم كتساوي أش. هي قلنا كيبدا من الزيرو كيمشي حتى الأو، حيت الأو راه أكبر من الزيرو، هي موجبة حتى الأو، ولكن الأو راه معندنا شي داخلة. إذا حتى الأش اتحاد، هنا كنقولو اتحاد مع المجال أو بلس لانفيني. وهادشي اللي غا تذكير بسيط بالمجالات اللي قريناها في السنكين. طيب، إذا من هنا غنستنتجو بأن دي دو إف كتساوي أش زيرو أو اتحاد مع المجال أش أو بلس لانفيني. السؤال الموالي قالك احسب 2 ألف، احسب الليميت أو النهاية في إكس الأو بحيث إكس أكبر من أو اللي هي أو بلس. صافي، ديال اف دو إكس عندنا هي واحد على إكس عامل واحد ناقص الين دو إكس. بالنسبة لهذه إذا مشينا عوضنا بأ هنا، بالنسبة للوطني من الأحسن بلاص ما ديرو أو بليس أو لا زيرو بليس أو لا زيرو ما داكشي. إلا كان هذاك بليس غدير مثلا إكس تؤول إلى أو إكس، وكدير تحت إكس أكبر من أكبر قطعة كيفاش تساوي أكبر قطعة من زيرو من أو. هنا في الحالة إلا كان عندك هذا كتلقي إكس يؤول إلى أو وإكس أصغر قطعا من إكس من زيرو. هذه أحسن كتابة باش تديرها في الوطني. طيب، من بعد إذا جينا عوضنا هنا بأ، غاجينا شكل غير محدد اللي هو غاجينا أش ماشي غاجينا شكل غير محدد، وإنما غاجينا هنا الزيرو في المقام. دابا هاد الزيرو ملي غاجينا في المقام خصنا نعرفو واش هو زيرو بلس أو لا زيرو موان، باش ندرسو الإشارة ديال البسط مع المقام ونديرو هنا أو هنا. غيكون هنا مالي نهاية، غتكون مالي نهاية هنا، ولكن خصنا نعرفو الإشارة ديالها. غندرسو الإشارة، باش ندرسو الإشارة ديالها خصنا نشوفو لتحت واش عندنا زيرو بلس ولا زيرو موان. انتبهوا معايا، هنا عندك إكس عامل واحد ناقص الان دو إكس. نرجعو شوية ديال الدرس ديال هاد ديال اللي على اليمين وعلى اليسار. منين كنقولو بأن مثلا واحد على اليمين وهنا واحد على اليسار، ملي كنقولو واحد على اليمين راه كنقصدو انه العدد راك في الاصل راه هاد واحد بلس راه اكبر من واحد العاديه اللي كنعرفوها. علاش كنكتبوها هنا واحد؟ صافي، علاش كنكتبوها هنا واحد بلس؟ حيت مثلا هاد واحد هاد بلس تساوي عا كنكتبو باش نفهمو صح، يعني هي 1.0000 حتى لواحد البلاصه غتجبر واحد مثلا.
لدرجة أنه كنقولوا بأن هذا راه واحد، علاش غنكتبوا هاد الكتابة كبيرة باش نكتبوا واحد، ولكن في الأصل هاد واحد بلس راه أكبر من ديك الواحد اللي غنكتبوه هنا، حيت كاينة مور الفصيلة كاين واحد العدد ماشي بحال هذا عنده غير 0 0 صافي. نفس الحاجة بالنسبة واحد ناقص على اليسار، واحد ناقص راه أصغر من واحد. هاد واحد ناقص راه كيساوي لنا باش نفهموها، هي مثلا 1.999 وانت ماشي بتسعود حتى لواحد البلاصة بعيد، يعني هذه كنقولوا علاش حنا غنكتبوا الكتابة هذه الطويلة باش نطولوا راسنا غنكتبوا واحد، ولكن واحد على اليسار صافي. ولكن كنبقى هاد الواحد على اليسار أصغر من اش من واحد صافي. إذا عليها ملي كنقولوا هنا مثلا إلا جينا مثلا درنا كان عندك اكس ناقص واحد وجي تعوض بواحد زائد، غنقولوا هنا غتساوي لك زيرو، ولكن زيرو بلس، حيت انت مثلا اذا نفترضوا حيت هادشي هذا غيفهم الاكثر اللي يقرا الدرس ديال الافراط والتفريط. مثلا انت غتقول ملي كنقولوا واحد واحد على اليمين وعلى اليسار كنأطروها، مثلا هنا هي واحد فاصلة مثلا 0.001 وهنا 0.999 صافي. الا مشيتي مثلا ودرتي مثلا هذه ناقص هذه غنعطيك اش، اذا هذه كتكون هي ناقص واحد ناقص، وهذه واحد زائد صافي. الا مشينا لهنايا عندك هنا او بلس، نشوفوا او بلس ديالنا. الا مشيت للاو بلس شنو هي 2.72 تقريبا، ياك هاد او بلس راه تقريبا ديرها بحال انت ملي كيكون عندك بلس كتزيد هنا في العدد الثالث صافي، كتزيد في العدد الثالث واحد شي حاجه مثلا 0.01 بالافراط صافي. هنا ملي غادي نعوض هنايا او بلس اللي هي 2.73 باش نفهموها، هي واحد ناقص الالان ديال 2.73. بالنسبه لهاد الالان ديال 2.73 راه غتساوي لك واحد فاصلة شي حاجه، بمعنى ان هاد واحد هذه اللي عندها واحد فاصلة نكتبوا هنا 1.00 غتكون ناقص واحد فاصلة مثلا 00 مثلا هنا واحد، راه هذه غتساوي لك زيرو، ولكن 0.001 اذا هذا هي زيرو بلس صافي. اذا هادشي اللي غادي عفوا هنا غتخرج لنا ناقص 0.001، اذا هذه هي زيرو مول صافي. اذا هاد المجموعه كامل زيرو مول، هذا كامل غيكون عندنا زيرو مول زيرو مول في او بلس هي زيرو بلس، غادي ندرسو دابا الاشاره ديال واحد على زيرو بلس عفوا زيرو مول اش داك اودي واحد على زيرو مول. واحد على زيرو مول هي بما ان هنا الزائد وهنا الناقص كتعطيك هي مول لانفيني صافي. كنتمنى يكون هذا الامر هذا مفهوم. اذا غادي نديروها هي مول انفيني. بالنسبه للالان ديال اكس يؤول الى او مول باش نختصر الوقت، واحد على اكس عامل واحد ناقص الالان ديال اكس. نفس الحاجه راه انت ملي كنهضر على واحد ناقص راه تقريبا 0.9999 ولا دير انت غير 0.99 صافي. غتجي نعوضها هنايا، غتقول لنا بانها هي 0. ماشي واحد ناقص وناقص، انا غنقول تقريبا هي 2.71 وغنعوض 2.71 عامل واحد ناقص الالين ديال 2.71. راه بصح ان هذا مثلا 2.71 عامل واحد ناقص هذا غيساوي لك واحد، عفوا غيساوي لك تقريبا واحد، ولكن غادي يكون 0. مثلا 0.000 صافي 0. يكون قريب لواحد. الا مشيتي اذا تقريبا واحد غتولي هنا مثلا هي 0.000 حتى لواحد البلاصه صافي. اذا هذا شنو هو؟ هذا زيرو بلس، هذا زيرو بلس، واش مفهوم؟ زيرو بلس في 2.71 هي زيرو بلس، وواحد على زيرو بلس هي بلس لانفين، هي بلس لانفين.
ثم وأول هندسيا النتيجتين المتوصل إليهما هما هذا السؤال هنا. بعد نحسبوا الليميت في هذا في الأو بلس والمون. أول نتيجة هندسية ملي كنشوفوا ملي كنحسبوا النهاية في واحد النقطة كيعطينا ما لا نهاية، كنقولوا بأن سي دو اف يقبل مقاربا اش اكس كتساوي اللي كيكون عموديا معادلته اكس كتساوي على اليمين ياك، وهنا نفس الشيء ولكن غيكون عندنا على اليسار. السؤال الموالي باء. احسب الليميت ديال اكس تؤول الى ما لا نهاية بالنسبة لزائد ما لا نهاية اف دو اكس هنا. ثم استنتج أن المنحنى سي دو اف يقبل مقاربة بجوار بلس الانفينية يتم تحديده. ليميت ديال واحد على اكس عامل واحد ناقص الان دو اكس، راه سهل. إذا اكس تؤول إلى بلس الانفينية. إذا جينا هنا عوضنا يعني غير تعبيرا، يولي عندنا هنا بلس الانفيني واحد ناقص الان ديال بلس الانفيني. الان ديال بلس الانفيني هي بلس الانفيني، هي واحد ناقص بلس الانفيني، هنا بلس الانفيني. إذا غنعطينا بلس الانفيني، هنا عندك الناقص في الزائد هي اش؟ هي ناقص، يعني واحد ناقص ما لا نهاية. واحد ناقص ما لا نهاية راه هي ناقص ما لا نهاية، هي ناقص ما لا نهاية هنا صافي. وهنا كيكون عندك الجداء صافي. إذا بلس الانفيني موان الانفيني هي موان الانفيني، وواحد على موان الانفيني اللي بزاف كيقولوا بأن خبز على الشجر كتساوي زيرو صافي. إذا هي زيرو. إذا الليميت ديال إكس طونفير بلس الانفيني هي زيرو. كنت كنستنتجو هنايا ملي كنحسبو واحد النهاية في واحد بلس الانفيني وما الانفيني كيعطي واحد العدد، ملي كنحسبو واحد النهاية في بلس الانفيني وما الانفيني كيعطي واحد العدد، إذا هذيك النهاية كاملة كتعوضها بإكغيك كتلقى إكغيك تساوي صفر. إذا سي دو اف يقبل مقاربا اش إكغيك كتساوي واحد العدد، إذا كيكون اش أفقيا معادلته اش إكغيك تساوي صفر بجوار اش بلس الانفيني. نفس الحاجة غتكون موال الانفيني إلا بغينا نحسبو بنفس التكنيك. هنايا غير هو هنايا الحالة هنا محسبناش موال الانفيني حيت اش عندنا الالم. طيب من بعد قالنا في السؤال جيم أن نهاية في زيرو بلس كتساوي بلس الانفيني. هذه سهلة. إذا مشينا هنايا عندك إكس واحد ناقص الالين ديال إكس، غادي نعوضو بزيرو بلس. هنا زيرو بلس واحد ناقص الالين ديال زيرو بلس. غادي نشروها هنايا قبل ما نديروها. هذه عندنا إكس عامل إكس ناقص الالين دو إكس، هذه كتساوي اش إكس ناقص إكس الين دو إكس. كنعرفو بأن النهاية هذه في الزيرو كتساوي زيرو، غتبقى لك اش هنا زيرو بلس. إذا غتبقى واحد على زيرو بلس كتساوي هي بلس الانفيني. إذا بما أن حسبنا واحد النقطة، حسبنا الليميت في واحد النقطة هنا، حسبنا الليميت في زيرو بلس ديال اف دو اكس عطاتنا واحد الزائد ما لا نهاية. إذا هذا اكس طونفير اكس كان هذه طونفير ولا تاء كنعوضوها بتساوي. إذا كنقولو سي دو اف يقبل مقاربة اش اكس كتساوي واحد العدد اللي كيكون عموديا معادلته اكس على اليمين.